من البداية تحدثت عن قضية قليد طاهر، وكثير من الناس في المنتدى بيطلبوا طاهر وجدي، وكثير بتشوفوني بيقولوا لي نتذكر طاهر وجدي ما كان يقرأ القرآن ويقلد مصطفى اسماعيل ويقلد عبد الباسط عبد الصمد، فممكن تسمعنا يعني آية أو آيتين مباركات من صوتك الجميل. حتى نبارك الجلسة إن شاء الله. إن شاء الله نبارك الجلسة بالسلام. بلاش الأسماء ولا الأسماء تتعرف؟ أعطيني الأسماء. طبعا. طيب أقول الاسم تقولوه بعد طيب ماشي. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. مصطفى اسماعيل. مصطفى اسماعيل رحمه الله تعالى. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. الله. مين برأيك يا مصطفى؟ قلد مين الآن؟ يعني الشيخ عبد الباسط والحصري. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. اللي كان في قلبي. طيب طاهر، احنا راح ايضا لكن هو الشيخ المنشاوي. الشيخ المنشاوي. نعم. الشيخ المنشاوي صوته شوي أهجن يعني هجين يعني. يعني سخين صوت يعني. فخم يعني. صحيح. لكن الطريقة هي طريقة المنشاوي. لكن هو دائما الشيخ المنشاوي احنا معروف عندنا يعني قراءة البيات مشهور فيها الشيخ المنشاوي. أما مقام النهاوند فهو الشيخ الحصري دائما يقرأ على المقام النهاوند الشيخ الحصري رحمه الله يعني. طيب احنا رايحين كمان نسمع عبد الباسط عبد الصمد طاهر، لكن أسرع شوي. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. ونسأل الله أن نكون منهم إن شاء الله. نسأل الله أن نكون منهم. بارك الله فيك يا